بكم ومرحبا من جديد. بمبادرة من عالم الفيزياء الجزائري الشهير نور الدين مليكشي المتخصص في التحليل الطيفي الليزري الذري والجزيئي بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، تم إدراج أسماء مناطق جزائرية مشهورة بمناظرها الخلابة وتنوعها البيولوجي الفريد في الخريطة الجديدة لبعض الأماكن على كوكب المريخ وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من نيويورك مراسلنا حسين إبراهيم. حسين، أهلا بك ومرحبا. سفير الجزائر في الولايات المتحدة صبري بوقدوم يعرب عن إعجابه بما وصفه بالإنجاز الاستثنائي، ماذا عن التفاصيل؟ مساء الخير حكيم. بالتأكيد هذا خبر سعيد لأنه يوضح كيف يمكن أن يمتد تأثير التراث الطبيعي لأي بلد وخاصة في دولنا العربية ليصل إلى أبعد من حدود الأرض، ليصل إلى المريخ هذه المرة. عادة عملية تسمية المناطق على كوكب المريخ تتم وفق نظام وضعه الاتحاد الفلكي الدولي، يعتمد قواعد دقيقة في ضمان سهولة التعرف على هذه المواقع. الأسماء عادة تكون مستوحاة من مواقع جغرافية معروفة على الأرض مثل المدن، البلدان أو حتى المعالم الطبيعية، وأكيد الهدف هو إبراز التنوع الثقافي والتاريخي لهذه المواقع وأيضا للبشرية. الاقتراحات عادة تقدم إلى لجنة متخصصة تراجع الأسماء أولا للتأكد من توافقها مع المعايير، يعني تكون دلالات ثقافية وتاريخية. كما ذكرت العالم الجزائري نور الدين مليكشي قدم اقتراحا بالتعاون مع ناسا لأسماء المحميات الجزائرية الشهيرة مثل التطقيلي، ناجر وجرجرة لتخليد التراث الثقافي والطبيعي الجزائري وربطه هذه المرة بمشروع عالمي علمي. وتم بالفعل وضع أسماء هذه المحميات على خريطة توهة جزيرو. هذه منطقة حكيم على المريخ كانت كما تقول ناسا بحيرة قديمة قبل